النهاردة هنتكلم عن موقع حلو جدًا، جدًا وهيعجبكم أوي، وهيعجبكم كمان الحاجات اللي هنقدر نوصل لها من خلاله، والموقع ده اسمه Victzy. طيب الموقع ده يختلف تمامًا عن الموقع اللي اتكلمنا عليه في الدرس المرة اللي فاتت أو اللي نزل على القناة آخر درس. لو ما سمعتش الدرس ده فهيبقى فاتك كتير جدًا لأن هو مفيد أوي ومجانًا 100%، فتقدر ترجع للدرس ده من خلال الآي اللي بتظهر من فوق، هيكون فيها لينك الدرس تقدر ترجع له وتستفيد منه. لكن دلوقتي تعالوا مع بعض نفتح الويب سايت ده أو الموقع ده ونشوف إيه الحاجات اللي هو هيقدمها لنا، وهل هو free والّا لأ، وهاتعامل معاه إزاي. دلوقتي أهو أنا فاتحة عندي الموقع بالشكل ده، وبعد كده هاعمل search بقى على أي حاجة أنا عايزاها. أنا ظاهر عندي النجوم دي لإن أنا كنت عاملة search عن الstar إن أنا عايزة نجمة أو أيًا كان، فطلع عندي كل الحاجات دي. طيب مبدئيًا كده الموقع ده مش مجاني بشكل كامل، لكن عليه حاجات كتير جدًا مجاني أقدر أستفيد منها. حابب تشترك في الموقع ده وتدفع الاشتراك بتاعه أو الجزء الشهري بتاعه، فبراحتك جدًا، لكن أنا بالنسبة لي كافي جدًا الحاجات اللي هي الfree أو المجاني اللي فيه برضه حاجات كتير أوي وأقدر أستخدمها براحتي، وبيديني مميزات كتير أوي، ده اللي هتشوفوه دلوقتي. إن أنا مثلًا أهو مثلًا عاملة search عن الstar أو كل الحاجات دي، كل الحاجات دي free، كل اللي مكتوب عنده free هو فعلًا free. طيب ليه كل ده ظاهر لي free أمال فين الحاجات اللي مش free؟ هاقول لك لإن أنا باعمل الlicense type أهو، وباختار إنه يبقى free license. يعني إيه؟ يعني يبقى اللي هو الحاجات الfree، لو دوست على all فهيجيب لي كل الحاجات أهو. ده مش free أهو، ده مش free ولا ده free، اللي مكتوب بس عنده زي كده هو ده الfree. تمام؟ اللي مكتوب مثلًا عنده أهو زي كده ده الfree. طيب أنا علشان ما اتعبش نفسي وأقعد أعمل كده، فأنا باختار يبقى الfree license أهو بالشكل ده، فبيطلعهم لي ومش باحتار باعرف أنا هاختار إيه. طيب كمان عندي حاجة تاني، إن أنا أقدر أحدد له الcolor. تمام؟ فأنا مثلًا عايزة النجوم يبقى بالشكل الأحمر أو يطلع لي الحاجات اللي هي باللون الأحمر أو باللون اللي هو الpink ده يعني. تمام؟ أهو. شايفين كل الحاجات عندي بقت باللون اللي أنا اخترته. ممكن كمان أختار اللي هو باللون الأزرق أهو، فطلع لي كل الحاجات اللي فيها اللون الأزرق. فأنا بالتالي باعرف أحدد وكمان حددت الfree وعندي حاجات كتير أوي أقدر أستخدمها، يعني مش مثلًا حاجة أو 2 لأ عندي كتير جدًا. طيب كمان أقدر أحدد حاجات كتير أهو، ممكن إن أنا باختار إن هو بالAI generated والّا كل الصور، فباقول له عادي جدًا أنا عايزاهم كلّهم. ممكن مثلًا أختار إن هم يبقوا صور أو يبقوا مثلًا PNG، PSD، كل الحاجات دي أقدر إن أنا أختارها، أقدر كمان أختار templates. كل الحاجات دي فيها حاجات مجاني وحاجات مدفوعة. تمام؟ فأنا زي ما قُلت لكم إن إحنا بنحدد من الlicense إن هو يبقى free. طيب كمان أنا ممكن من videos هنا كده. تمام؟ أهو هاختارها، وبعد كده هاعمل search مثلًا على الsubscribe icon اللي هي الحاجات اللي فيها زي الsubscribe واضغط على زر الجرس واشترك وكل الحاجات دي. فأنا ممكن أهو، أهو شايفين؟ كل الحاجات دي سهل جدًا إن أنا أنزّلها. تمام؟ وهنا هو عامل لي select على الall، أنا هاقول له عايزة الfree أهو، ومختاراهم إن هم يبقوا فيديو، يعني يبقى الtitle أو الجزء الخاص بالsubscribe يبقى ليه animation معيّن، ما يبقاش زي صورة كده وخلاص. ممكن كمان أحدد له هنا الduration أنا محتاجة المدة بتاعته قد إيه، وممكن كمان أحدد الresolution أنا محتاجاه full HD والّا 2K والّا 4K. باحدد حاجات كتير أوي، والaspect ratio محتاجاه بنسبة كام لكام، كل الحاجات دي كل الoptions دي أنا أقدر أتحكم فيها براحتي جدًا. طيب أنا أهو عندي طلع لي كل الحاجات الfree، وهتلاقوا حاجات هي يعني صعب تنفيذها أو مش صعب، يعني ممكن تاخد منّي وقت أنا في غنى عنّه. أنا ممكن مثلًا أختار حاجة زي كده، هاضغط عليها أهو بالشكل ده، وهاقول له free download أهو،
هاضغط عليها، مش هياخد معايا ثانيتين وهالاقيه عمل لي download ليها. طيب أنا مش عارفة هي دلوقتي transparent والّا لأ، يعني شفاف والّا لأ الbackground بتاعتها، فعندي فيديو أهو. هو دلوقتي كده مش شفاف، فهاعمل إيه؟ يا إما باخلّيه مثلًا screen بالشكل ده، فعادي جدًا هالاقيه ظهر معايا، ما عنديش أي مشكلة. يعني أنا ممكن أشيل الbackground اللي هي باللون الأسود، وأخدنا إزاي إن إحنا نشيل الbackground وكل الحاجات دي. لكن أنا ممكن أخلّيه أغيّر من الopacity بتاعي أو قصدي من الblend mode وأخلّيه screen، وبعد كده عادي جدًا اتضبط معايا. وفي حاجات كمان هي باللون يعني الbackground بتاعها باللون الأسود وهتلاقوها transparent، هي بس ظاهرة باللون الأسود، تمام. عندي الحاجات اللي هي فيها green screen بالشكل ده، فهي الgreen screen مضبوطة أوي، فتقدر تشيلها عادي جدًا. يعني مثلًا أنا عندي ده، بُصّوا الشكل بتاعه مختلف، ويعني هياخد منّي وقت إن أنا أنفّذه أهو. فهاعمل إيه، هاعمل له download عادي جدًا أهو free download. هو كده تمام أهو. طبعًا أنا لو عايزة أغيّر مكانه إن أنا أجيبه كده شوية مش عارفة إيه، عادي جدًا، بس خلّينا الأول نشيل الgreen screen، فهادخل على effects ومن هنا أهو هاعمل search على آمم Ultra Key أهو هاسحبه. إحنا عارفين طبعًا إن ده اللي بنشيل بيه الgreen screen أهو، سهل جدًا. زي ما قُلت لكم الgreen screen مضبوطة أوي والإضاءة بتاعتها حلوة جدًا، فبضغطة كده باعرف أشيلها عادي جدًا. بس وباعرف كمان أتحكم في كل حاجة، زي ما قُلت لكم ينفع باتحكم في الألوان، ينفع باتحكم في الduration، ينفع أتحكم في الresolution، أتحكم في الaspect ratio، أتحكم في إنه أنا عايزاه يجيب لي الحاجات اللي هي الfree والّا لأ، وعايزاها صور والّا videos والّا إيه. فأنا علشان مدة الفيديو نقدر نعمل search على كل حاجة إحنا عايزينها، وهنلاقي منها المجاني واللي مش مجاني، وأقدر أستفيد من الحاجات اللي هي مجانية، لإنه حاجات زي ما قُلت لكم هتاخد منّي وقت في التنفيذ، وهتاخد منّي مجهود، فأنا أقدر أنجز وأستخدم كل الحاجات دي، وأستفيد بالجزء المجاني اللي فيه. وبس كده، ده كان درس النهارده، وأتمنى تكونوا استفدتوا ويكون الموضوع وصل لكم بشكل مبسط. ولو عجبك الدرس ومحتاج تعرف مواقع تانية كتير، اكتب لي في الكومنتات إيه المواقع اللي أنت عايزها وتكون بتعمل إيه. سواء لو عندك موقع معين مش عارف ممكن تستخدمه إزاي، فاكتب لي اسم الموقع وأنا هاكون باعمل فيديو عن ده. ولو في نفس الوقت مش عارف المواقع دي لكن عايز يكون بيستخدم في حاجة معينة، فبرضه اكتب لي في الكومنتات وبرضه قُل لي رأيك إيه في درس النهارده. ولو عجبك الدرس ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديدة.